لا يموت. ليه؟ ليه هنا وتوكل على الحي الذي، مع ان يا جماعه الحياه الكامله يعني ايه؟ يعني حياه لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال اصلا. ده معنى الحياه الكامله لله عز وجل، حياته كامله لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. طيب ليه توكل على الحي الذي لا يموت؟ لان انت ممكن تتوكل على حي ويموت. يعني رايح المصلحه الفلانيه، انا ليا بقى ايه قريبي وكيل وزاره، على باب المصلحه بتتصل عليه لقيت ابنه رد، البقاء لله، البقاء لله، ابويا مات. مش كده؟ حي اهو بس مات. تعمل ايه انت؟ ما هو انت الغلطان، انت توكلت على من؟ على حي يموت. فاذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك جاء في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام فيما يثني به على ربه عز وجل، قال: وهو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فأنت لو تشرب قلبك هذا المعنى أنه حي لا يموت، تروح تعتمد على غيره ليه؟ بلاش. من النقص في الحياة النوم، يعني النوم يأخذ من حياتك، مش كده؟ هذا نقص. فتروح حضرتك على باب المصلحه تتصل بقريبك وكيل الوزاره، تلاقي ابنه رد يقول لك ايه بس معلش يا بابا ايه نايم شويه واحنا ما نعرفش نصحيه وهو نايم. فانت مشكلتك انك توكلت على حي ينام، فالله عز وجل حي لا ينام. ما تتوكلش. يعني ايه لا ينام؟ يعني هتدعوه وانت على باب المصلحه هتلاقيه، هتدعوه وانت جوه على باب اللي هيخلص لك الورق هتلاقيه، ما بينامش. سايبه ليه؟ رايح ترجو غيره ليه؟ سبحانه وتعالى. وممكن تبقى انت بتعمل ده وانت لسه مخلص صلاة الظهر وقايل آية الكرسي، صح ولا لا؟ لسه مخلص وقاري آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وخلصت أذكارك السامع والمتكلم اللي ما انتش دريان بيها ولا حاسس بيها، وأول ما تخلص تروح تطلع تليفونك على طول إيه؟ مأكد على قريبك وكيل الوزارة قبل ما تخش المصلحة. عجيب، والله عجيب. احنا يا جماعة القرآن محتاجين نعيش بالقرآن، محتاجين نستشعر تلك الآيات، بالذات الآيات التي تتكرر. يعني آية الكرسي 8 مرات كل يوم وليلة بتقولها، فتحيا باسمه الحي سبحانه وتعالى، وتحيا باسمه القيوم سبحانه وتعالى، تحيا باسمه العلي وباسمه العظيم اللي ختمت الآية بهما.